السلام عليكم، أنا عبد العزيز يوسف، واليوم بنتكلم عن أساطير الارتكاز وتحديدا أفضل 10 لاعبين ارتكاز في تاريخ كرة القدم، وتحديدا لاعبين الارتكاز الدفاعي البحت اللي 90% من مهامهم دفاعية ووظيفتهم الأساسية هي قطع الكرات من الخصوم في منتصف الملعب. طبعا لاعبين الارتكاز هم الجنود المجهولين في أرضية الملعب، واللي أغلب الأحيان ما يحس المشجع بتأثيرهم إلا لما يغيبون عن المباراة. فلاعب الارتكاز وهو رئة الفريق وصمام أمانه وخط دفاعه الأول، لأن مهمتهم إيقاف هجمات الخصوم والبدء في الهجوم ضد الفريق الخصم. لهذا السبب لازم تكون عندهم بنية جسدية قوية ولياقة عالية تساعدهم للانتقال من الحالة الهجومية إلى الحالة الدفاعية والعكس. وأفضل 10 لاعبين ارتكاز بالتاريخ هم: بالمركز العاشر الإيفواري يايا توريه. اللاعب الإيفواري يايا توريه من أهم لاعبين الارتكاز بالتاريخ، وكان صمام الأمان للأندية اللي لعب معاها، وأبرزهم برشلونة الأسباني اللي تألق معاهم وحقق السداسية التاريخية، ومانشستر سيتي اللي صار واحد من أساطيرهم. ولعب توريه خلال مسيرته مع الأندية 722 مباراة وسجل 122 هدف، وحقق 16 لقب، وفاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي 4 مرات: 2011 و2012 و2013 و2014. أما مسيرته الدولية مع منتخب ساحل العاج فبدت سنة 2004 وانتهت سنة 2015، ولعب خلالها 101 مباراة وسجل 19 هدف، وحقق كأس أفريقيا سنة 2015. وبالمركز التاسع الهولندي إدغار ديفيدز، وكان من أهم لاعبين الارتكاز بالتاريخ. فاللاعب اللي اشتهر بالنظارات اللي كان يلبسها خلال المباريات بسبب عملية جراحية لإزالة الماء من عينه بسبب إصابته بمرض الجلوكوما. تميز بمهاراته الفريدة وبقدرته على بناء اللعب والربط بين خط الدفاع والهجوم، وبدأ في عالم كرة القدم سنة 1991 مع نادي أياكس الهولندي، ثم انتقل بين أندية ميلان ويوفنتوس وبرشلونة وإنتر ميلان وتوتنهام وكريستال بالاس وبارنت اللي اعتزل اللعب فيه سنة 2014، وكان عنصر بارز في تشكيلة ميلان واليوفي وأياكس. لعب طوال مشواره مع الأندية 576 مباراة، سجل فيها 46 هدف وفاز فيه 15 لقب. ومسيرته مع الطواحين الهولندية بدت سنة 1994 واستمرت إلى سنة 2005، ولعب خلالها 74 مباراة سجل فيها 6 أهداف، وما حقق أي لقب مع منتخب هولندا. وبالمركز الثامن كارلوس كاسيميرو، ويعتبر واحد من أفضل لاعبين الارتكاز بالسنوات العشرة الأخيرة على مستوى العالم. كان صمام الأمان لنادي ريال مدريد، وشكل مع لوكا مودريتش وتوني كروس ثلاثي وسط مرعب سيطروا على أوروبا لعدة سنوات. ورحلته في عالم كرة القدم بدت في سنة 2010 مع نادي ساو باولو، وموهبته الواضحة خلت نادي ريال مدريد يتعاقدون معاه سنة 2013، وعاروه لنادي بورتو لمدة سنة واحدة، وبعدها رجع من الإعارة وصار حجر أساسي بمركز الارتكاز في خط الوسط اللي قاد ريال مدريد ل3 ألقاب متتالية في دوري الأبطال. واستمر مع النادي الملكي إلى سنة 2022، وانتقل بعدها لنادي مانشستر يونايتد اللي واصل رحلته معاهم إلى حد الآن. وتميز بصلابته الدفاعية، فكان دبابة بشرية في منتصف الملعب. لعب خلال مشواره الكروي 593 مباراة وسجل فيها 59 هدف ورفع 20 لقب. ومسيرته مع منتخب البرازيل بدت سنة 2011 واستمرت إلى سنة 2023. لعب خلالها 75 مباراة سجل فيها 7 أهداف وفاز مع المنتخب بلقب كوبا أمريكا سنة 2019. وبالمركز السابع الفرنسي إنغولو كانتي، وصفوه بالنحلة بسبب رشاقته وسرعته، وقالوا إن عنده 3 رئات بسبب لياقته العالية. ولعب كانتي دور كبير في تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم سنة 2018 وليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الإعجازي سنة 2016. وفي نادي بولن الفرنسي بدأ اللاعب الخلوق مشواره في عالم كرة القدم سنة 2012، وحاليا يلعب في نادي الاتحاد السعودي في دوري روشن السعودي. كان كانتي النقطة المضيئة في ارتكاز الأندية اللي لعب لها، وكان عنصر مؤثر بالبطولات اللي حققها مع هذه الأندية. وخلال مشواره الكروي لعب كانتي 375 مباراة
سجل فيها 27 هدف وفاز ب6 ألقاب. أما مشواره مع منتخب فرنسا فبدأ سنة 2016 وما زال مستمر مع المنتخب، ولعب مع منتخب فرنسا 62 مباراة سجل فيها هدفين، وكان له دور كبير في تحقيق منتخب فرنسا لكأس العالم سنة 2018. وبالمركز السادس الأسباني تشابي ألونسو، واحد من أبرز لاعبين الارتكاز في تاريخ كرة القدم، وتميز بأناقته باللعب وتميز بتمريراته الدقيقة وتسديداته القوية اللي هددت مرمى الخصوم. ومشواره كلاعب في عالم كرة القدم بدأ في سنة 2000 مع نادي ريال سوسيداد الأسباني، وأبرز الأندية اللي لعب معاها نادي ليفربول وريال مدريد، وختم مشواره الكروي سنة 2017 في نادي بايرن ميونخ، وشارك خلال مشواره الكروي في 700 مباراة سجل فيها 44 هدف وفاز في 14 لقب. وكانت مسيرته الكروية مع منتخب أسبانيا مميزة جدا، وكان أحد أهم العناصر في جيل اللاروخ الذهبي اللي فازوا بيورو 2008 و2012 وكاس العالم 2010. ولعب مع منتخب أسبانيا من سنة 2003 إلى سنة 2014، وشارك في 114 مباراة سجل فيها 6 أهداف. وبالمركز الخامس الهولندي فرانك ريكارد، كان يتميز بقوته الجسمانية وقدرته على بناء اللعب وصناعته وإيقاف هجمات الخصوم، وهذا الشيء خلاه واحد من أهم لاعبين جيل ميلان الذهبي في فترة التسعينات. اللاعب ريكارد خريج مدرسة أياكس وبدأ مشواره معاهم سنة 1980، ومن أهم الأندية اللي لعب معاها نادي ميلان وحقق معاهم الكثير من الألقاب، واعتزل سنة 1995 مع نادي أياكس، ولعب خلال مشواره الكروي مع الأندية 540 مباراة سجل فيها 98 هدف وفاز ب12 لقب. وكان ريكارد واحد من أهم لاعبين هولندا اللي ساعدوا المنتخب الهولندي على التتويج بلقب كأس أوروبا سنة 1988، وهو اللقب الوحيد في تاريخ منتخب هولندا أبناء الكرة الشاملة. ولعب مع منتخب هولندا من سنة 1981 إلى سنة 1994، لعب خلالها 73 مباراة وسجل 10 أهداف. وبالمركز الرابع الفرنسي باتريك فييرا، أسطورة من أساطير الارتكاز في فرنسا والعالم، تميز ببنيته الجسدية القوية وطوله وتمريراته الساحرة. وبدايته في كرة القدم كانت في نادي كان سنة 1993، وتنقل بعدها بين نادي ميلان وأرسنال ويوفنتوس وإنتر ميلان ومانشستر سيتي اللي اعتزل فيه سنة 2011. وبالمجمل لعب مع الأندية 650 مباراة سجل فيها 58 هدف وفاز ب18 لقب. ومع منتخب فرنسا لعب فييرا من سنة 1997 إلى سنة 2009، ولعب 107 مباريات سجل فيها 7 أهداف وفاز مع منتخب فرنسا بكأس العالم 1998 ويورو 2000 وكأس القارات 2001. وبالمركز الثالث الفرنسي كلود ماكاليلي، لاعب ارتكاز فرنسي تميز بقوة بنيته الجسمانية وبقدرته على إيقاف هجمات الخصوم. ومشواره في عالم كرة القدم بدأ سنة 1991 من نادي نانت، وانتقل بعدها بين أندية مارسيليا وسلتا فيغو وريال مدريد وتشيلسي وباريس سان جيرمان اللي اعتزل فيه سنة 2011، ولعب 809 مباريات سجل فيها 25 هدف، وكان عنصر بارز مع منتخب فرنسا ولعب معاهم من سنة 1995 إلى سنة 2008، وفاز معاهم بكأس العالم سنة 98 وفي يورو سنة 2000، ولعب مع منتخب فرنسا 70 مباراة. وبالمركز الثاني الألماني لوثار ماتيوس، الألماني كان من أفضل لاعبين الارتكاز بالتاريخ، وتميز بتمريراته الساحرة وتسديداته القوية القادرة على اختراق أقوى الدفاعات، وكانوا يطلقون عليه لقب الثعلب. وبدأ مسيرته في عالم كرة القدم سنة 1978، وتنقل بين أندية بروسيا مونشنغلادباخ وبايرن ميونخ وإنتر ميلان ونيويورك ريد بولز اللي اعتزل اللعب فيه سنة 2000، ولعب مع الأندية 782 مباراة سجل فيها 204 أهداف وفاز ب17 لقب. أما مع منتخب ألمانيا لعب من سنة 1980 إلى سنة 2000، ولعب معاهم 150 مباراة سجل فيها 23 هدف وفاز بكأس العالم 1990 وفاز بجائزة الكرة الذهبية سنة 90. وبالمركز الأول الأسباني سيرجيو بوسكيتس، أفضل لاعب ارتكاز في تاريخ
كرة القدم. ويشوف الكثير من المحللين واللاعبين والأساطير في عالم كرة القدم أن بوسكيتس أفضل لاعب ارتكاز بالتاريخ، وصفوه بالعبقري ومحور الأرض، وكان جزء أساسي من جيل أسبانيا وبرشلونة الذهبي، وتميز بقدرته على افتكاك الكرات وبناء اللعب لفريقه. وبدايته كانت مع أكاديمية اللاماسية التابعة لبرشلونة، ومشواره مع فريق برشلونة الأول كان سنة 2008 إلى سنة 2023، وبالمجمل لعب مع الأندية 800 مباراة وسجل فيها 21 هدف وفاز ب 32 لقب. ومع منتخب أسبانيا لعب من سنة 2009 إلى سنة 2022 ولعب مع منتخب أسبانيا 143 مباراة وفاز معاهم بكأس العالم سنة 2010 واليورو سنة 2012. ولهني ينتهي المقطع. أتمنى أنك استمتعت بالمقطع، واكتب لي بالتعليقات منو اللاعب اللي كان يستحق التواجد بقائمة أفضل 10 لاعبين ارتكاز بالتاريخ وما كان موجود. أشوفكم على خير بالمقطع القادم، والسلام عليكم.